أغنى واحد على مر التاريخ، ثروته عدت ل 500 مليار دولار. بدأ من تحت الصفر والنهاردة هو أول نص تريليوني في العالم ملياردير ومحدش عارف ينافسه. صاحب فكرة العربيات الكهربائية وأول واحد فهم الذكاء الاصطناعي. ليه إنجازات في كل مجال من أول العربيات لحد ال AI. ده غير إنه أول واحد يسهل السفر للفضاء وعمل فيه بصمة داخل بيها التاريخ. يا ترى إيه حكاية إيلون ماسك وإيه سر ثروته وإزاي يعرف يكبرها بالسرعة دي؟ تعالوا نعرف. إيلون ماسك الراجل اللي ما بيقفش عند سقف، وكل ما الناس تفتكر انه خلاص وقف لحد هنا يطلع برقمه الجديد ويخلي الكوكب كله يتكلم عنه. الراجل اللي بدأ من لا شيء وفضل يطلع درجة ورا التانية لحد ما بقى أول ملياردير في التاريخ واللي ثروته تعدي نص تريليون دولار. وده مش كلام جرايد ولا إشاعة سوشيال ميديا، وده اللي أعلنته فوربس بنفسها لما سجلت ثروته ب 499.5 مليار دولار، يعني بالملي واقف على باب ال 500 مليار، ممكن يعدي في أي لحظة. ماسك ماشي بسرعة محدش عارف يلحقه، في مرة في الفضاء ومرة في الذكاء الاصطناعي ومرة يقلب صناعة العربيات بالكهرباء ومرة يخترع حاجة من تحت الأرض لفوق السماء. ما بين تسلا وسبيس اكس واكس اي اي وحتى اكس اللي كانت زمان تويتر، ماسك مسكها في كل حاجة بتشكل المستقبل. بس يا ترى ايه سر الثروة دي كلها وازاي عملها؟ خلينا نعد مع بعض يا سيدي. في مثلا تسلا بس لوحدها مسؤولة عن أكتر من نص ثروته، لأنه عنده حوالي 12% من أسهم الشركة، وسهم تسلا طار فوق 14% من بداية السنة. ولما سهم الشركة بيعلى ثروته أكيد بتعلى معاه، يعني بمجرد ما السهم زاد 4% في يوم واحد ده زود ثروته 7 مليار دولار في 24 ساعة بس ماسك مش بيكسب من تسلا بس، ده عنده كمان سبيس اكس، الشركة اللي بتحاول تخلي السفر للفضاء حاجة عادية وبتاخد عقود بالمليارات من الحكومة الأمريكية ومنظمات تانية. الشركة دي لوحدها تقدر قيمتها بأكتر من 180 مليار دولار. وعنده اكس اي اي، شركة الذكاء الاصطناعي اللي بدأت تنافس كبار السوق زي اوبن اي اي وجوجل. ومش بيكتفي بكده، ده كمان بيدخل في الزراعة العصبية مع شركة نيوريلانك اللي بتحاول توصل شريحة إلكترونية بالمخ البشري لربطه بالكمبيوتر، وده لوحده باب علمي جديد. مجلس إدارة تسلا مش سايبة كده، ده اقترح له حزمة تعويض قيمتها تريليون دولار، مش هزار. الحزمة دي بتشترط عليه يحقق نمو 8 أضعاف في قيمة تسلا ويستمر الرئيس للشركة ويوصل لأهداف محددة. لو اتحققت ماسك هيبقى أول إنسان في التاريخ ثروته توصل لتريليون. بس خلينا متفقين إن طريقه مش كله وردي. ماسك عنده خصوم سياسيين بسبب تصريحاته ومواقفه، خصوصا وقت ما كان ترامب رئيس وكان في بينهم شد وجذب، ولكن ده ما منعش سهم تسلا يفضل طالع وتوقعات السوق تفضل في صالحه، خصوصا مع اتجاه العالم كله للسيارات الكهربائية. كمان ماسك بيحرك السوق بتويتة واحدة وبيبيع شركة كاملة ب 42 سنت، وده زي ما عمل في غروك، وبيقول وقتها إن الفلوس مش هدفه، والأهم إنه يكون عنده في قلب اللعبة. ماسك مش بيدور على المكسب بس، بيدور يكون المتحكم في قواعد اللعبة. بس الغريب بقى إن ثروته مش سهلة تتحسب زي باقي المليارديرات، لأن معظم شركاته مش موجودة في البورصة، فما فيش أرقام ثابتة. ولكن الأكيد إن كل شركة بيملكها بتفتح له باب جديد للثروة والتأثير. ماسك مش بس أغنى رجل في العالم، ماسك بقى براند وعلامة على إن الحلم ممكن يبقى واقع، وإن العلم والتكنولوجيا ممكن يغيروا شكل الحياة حرفيا. كل ما يمسك حاجة يقلبها ماسك. مش بيعيش اللحظة، ماسك بيصنع المستقبل.